في حاجات ما تعملهاش ابدا مع مراتك حتى لو بالهزار، لو انت فعلا بتحبها وعايز تبقى بينكم حياه سعيده. ما تعملهاش على انها هي الخدامه ليك ولاهلك، وهي خصوصا في بيت اهلك، عشان خاطر ده بيجرحها جدا. وهي كمان غير مطالبه بصله الرحم او ان هي تتقرب من اهلك الا لو هي اللي عملت ده من نفسها. لو انت مقرر انك انت تعيشها مع اهلك في بيت واحد، لازم تستأذنها الاول وتشوف اذا كان هي ليها رغبه في ده ولا لا. ولو هي ملهاش رغبه، لازم تشوف حل مناسب وما تجبرهاش على العيشه مع اهلك ولا التقرب منهم غصب عنها. اسمع بقى مني النصيحه دي مهمه جدا، اوعى تحكي لها عن علاقاتك السابقه حتى لو هي بينت لك ان هي منفتحه وما عندهاش مشكله وبتسمع لك، لان بعد فتره هي هتبتدي الشك والغيره يشتغلوا جواها، ودايما هتقرفك في حياتك، وفي كل مشكله هتفتح على نفسك ابواب الماضي. ما تدخلش العيله في اي مشاكل تخصكم، ولازم هي كمان تفهمها ده وتوعيها لده، وان اي مشاكل بينكم ممكن تتحل مهما كانت واصله لقد ايه، بس طالما بتحبوا بعض هتتحل. حاول ما تحكيش اي موضوع حصل بينكم لاهلك حتى لو كان الموضوع ده مجرد موضوع هزار او جد، لانه ممكن الكلام بعد كده يوصل باي شكل من الاشكال ليها ما يعجبهاش وتبقى مشكله. بلاش تعمل نفسك كوميدي وتضحك عليها او تتريق عليها في حاجه في شكلها ولا في جسمها، لان الستات ما بتنساش ده ابدا ولا بتاخد ده بهزار حتى لو كانت بتبين لك انها بتضحك قدام حد. مش لازم تقول لها ابدا ان امي اهم منك ولا اختي اهم منك ولا انا بحبهم اكتر، حتى لو دي الحقيقه مش مهم خالص، ما كلنا عارفين. بس الفكره كلها انه الكلام ده بيشيل النفوس من بعض وعلى الفاضي ملوش لازمه يتقال. ما تطلبش ابدا من حد من اهلك ان هو يروح يتكلم معاها في حاجه انت بتتضايق منها فيها. بلاش تهزر معاها في موضوع الطلاق او انك انت تروح تتجوز عليها او انت تقول لها كل شويه انا هتجوز عليكي او غيره، لانه المواضيع دي ما بتعديش كده عليها. لو هي عملت موقف وضايقتك وبعدين حاولت انها تراضيك بطبخه حلوه او تهتم بالبيت او تهتم بيك باي شكل من الاشكال، ما تقعدش تحوطها بقى بنفس الموضوع وتحاول تفتح الموضوع كتير وتحاول تزنقها في الموضوع، لان هي بتبقى عارفه انها خلاص غلطت بس بتحاول تراضيك بشكل غير مباشر. اوعى تشوف واحده في مكان او في التلفزيون وتقول لها دي احلى منك، لان انت كده بتحبطها جدا وبتقلل ثقتها في نفسها. لان اي ست مهما كانت حلوه بتحب تسمع الكلمه الحلوه وتحب تشوف انها حلوه وجميله في عيون جوزها، وبتستمد الثقه من الكلام ده. ما تقعدش تقارن اكلها باكل مامتك واخواتك ومراتات اخواتك والعيله، عشان ده مش حلو. قول لها بس تسلم ايديكي وشجعها، ولو ليك ملاحظات بسيطه على الاكل ممكن تقولها لها بشكل كده جميل وتشجعها انها تعمل لك اكله حلوه وتقول لها تسلم ايدك. واخيرا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بالفولو واللايك والكومنت والشير. وحياه سويه مع اسلام انور، والسلام عليكم.